ساعات كتير بيحصل لنا مواقف ما بنبقاش فاهمين المواقف دي حصلت لنا ليه وازاي، وبنقعد نسأل ايه الحكمة من ورا المواقف دي. هنفهم الحكمة امتى؟ دلوقتي ولا بعدين؟ هنفهم الحكمة اصلا ولا عمرنا ما هنفهمها؟ فتعالوا نتكلم في الموضوع ده، عشان في الموضوع ده لسه باقي كلام. زمان التقى سيدنا موسى بسيدنا الخضر، ولما التقى بسيدنا الخضر قال له ان هو عايز يتعلم منه، ولكن رد سيدنا الخضر كان رد جميل جدا، وهو ده اللي هيجاوب على السؤال اللي سألناه في الأول. قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقال له سيدنا موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، ما تخافش هصبر. فمشي في 3 مواقف، وفي ال3 مواقف تعجب سيدنا موسى، وده حالنا كبني آدمين. تعالوا نعرف ال3 مواقف وده حالنا كبني آدمين ازاي. أول موقف: عدى سيدنا الخضر على سفينة فعمل فيها خرم، فسيدنا موسى استغرب وقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنت عملت فيها خرم عشان أهلها يموتوا؟ فقال له: مش قلت لك إن أنت مش هتعرف تصبر معايا؟ فمشيوا، فسيدنا الخضر لقى ولد بيلعب مع شوية شباب فقتله. فاستغرب سيدنا موسى تاني وقال له: أنت قتلت بني آدم من غير ذنب. فقال له إن هو مش هيعرف يصبر معاه. فمشيوا راحوا عند قرية وطلبوا من أهل القرية دول أكل، ما رضيوش. فلقوا في القرية دي حيطة مايلة تكاد توشك إنها تقع، فظبطوها وعدلوها. فسيدنا موسى استغرب وقال له: ما احنا كان ممكن بإن احنا ظبطنا الجدار ده إن احنا ناخد منهم أكل في مقابل الخدمة. فقال له: مش قلت لك إن أنت مش هتصبر معايا؟ وابتدى سيدنا الخضر يشرح له المواقف اللي بتحصل موقف ورا التاني. ده حالنا كبني ادمين، احنا مش بنعرف نصبر على حاجه اللي احنا مش فاهمينها. ولكن في القصه دي قصه جميله قوي وعبره جميله قوي تفهمنا ان مش كل حاجه بنفهمها بساعتها. في حاجات ممكن نفهمها بساعتها، في حاجات ممكن نفهمها بعديها بشويه، وفي حاجات عمرنا ما هنفهمها. فمثلا اهل السفينه دول كان في ملك ظالم بيعدي على السفن الكويسه ياخدها. فعدى سيدنا الخضر وعمل فيها خرم صغير بحيث ان هو يبقى ينفع يتصلح، وفي نفس الوقت الملك يلاقي فيها عيب فما ياخدهاش. الموقف ده الحكمة من وراه أصحاب السفينة فهموها بعديها بحبة صغيرة جدا، يكاد يكون في ساعتها. ودي شوية مواقف بتحصل لنا في الحياة، إن إحنا بيحصل لنا مواقف وبنفهم العبرة منها بعديها على طول. نتأخر مثلا في الطريق وبعدين نكتشف إن الطريق كان 50 دقيقة المكان اللي إحنا رايحينه، بس بعد التأخير ال5 دقايق دول بقى الطريق مدته 30 دقيقة. فحاجة بنفهمها بساعتها على طول. أما في الموقف التاني لما لقى ولد صغير بيلعب وقتله، الموقف ده أهل الولد عمرهم ما يفهموه، ولكن ربنا عوضهم بابن صالح وابن بار بيهم. بس هم ما كانوش يعرفوا لحد اليوم اللي ماتوا فيه إن ابنهم اللي اتقتل ده كان هيطلع ابن مش بار بيهم، وهيطلع مش شخص صالح. فدول ناس عاشوا وماتوا وما يعرفوش الحكمة من الموضوع، ولكنهم رضيوا وسلموا. أما في الموقف الثالث ده كان في ولدين، والولدين دول يتيمين، والولدين دول لما يكبروا هيلاقوا كنز من الذهب والفضة موجود تحت الحيطة دي، فهيفهموا الحكمة من الموقف ولكن بعدها. وده اللي بيحصل لنا في حياتنا في العموم. في مواقف بنفهمها بساعتها، زي موقف مثلا التأخير، فبنفهم الحكمة على طول، ادينا اتأخرنا والطريق يبقى اسهل. وفي مواقف تانية، المواقف التانية دي هنفهم الحكمة منها بعدين. وفي مواقف عمرنا ما هنفهم الحكمة منها. عدى علينا مواقف كتير قوي احنا عمرنا ما كنا فاهمين الحكمة منها، وممكن نعيش ونموت واحنا مش فاهمين الحكمة من المواقف دي. فمش دايما تحط في دماغك ان انت هتفهم الحكمة من المواقف دي، ساعات هتعرف وساعات لا.
بس اهم حاجة ان في ال3 مواقف اللي مشي سيدنا الخضر فيها هو وسيدنا موسى ان كلهم كانوا راضيين. الموقف التاني كمان بتاع الغلام اللي اتقتل او الولد اللي اتقتل، اهله كانوا راضيين ومسلمين. ففي الحالة الاولانية لو هم رضيوا مفيش حاجة هتتغير والدنيا هتبقى تمام، فهم كان عندهم حل من الاتنين. الحل الاولاني ان هم يرضوا وساعتها الدنيا هتبقى ماشية تمام معاهم، وده ما يلغيش الوجع اللي كان جواهم اكيد. يا اما يسخطوا على الموقف اللي هم كانوا فيه ومفيش حاجة برضو كانت هتتغير. فاهم حاجة في الطريق بتاعنا واحنا قاعدين مش فاهمين اللي بيحصل ده، ان احنا نبقى راضيين ونبقى عارفين كويس قوي ان الحكمة من المواقف اللي بتحصل لنا حاجة من التلاتة: يا اما هنعرفها في ساعتها، يا اما هنعرفها بعد وقت طويل، يا اما عمرنا ما هنعرفها. واهم حاجة ال3 مواقف سواء هنعرفها دلوقتي او بعدين او عمرنا ما هنعرفها، ان احنا نكون راضيين ومسلمين. وبكده لما يحصل معاك موقف اتأكد ان الموقف اللي حصل معاك ده هو احسن شكل كان ممكن يحصل بيه الموقف ده. كانش هيحصل اوحش من كده ولا كان هيحصل احسن من كده. اتأكد تماما ان ده الشكل المثالي للموقف. ممكن تعرف الحكمة منه بعديها بشوية، وممكن ما تعرفش الحكمة منه خالص. ممكن تعرف الحكمة في ساعتها، بس في ال3 حالات تأكد ان ده احسن شكل. ولسه باقي كلام.